السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد من مطبخ ام ضنا. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة السمك المقلي المقرمش الكريسبي بتتبيلة تحفة جدا وطعمه خطير، والنتيجة تحفة جدا زي ما احنا شايفين. طبعا واضح معانا. وطبعا ما تنسوش تضغطوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد مني اول باول، وسبسكرايب لمطبخ ام دونا، واضغطوا لايك وكملوا معايا الفيديو، وهنقول اسرار وتكات وحركات حلوة ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف السمك بتاعنا ده عملناه ازاي. طبعا انا معايا سمك شبار بلطي. طبعا انا لازم اشيل الدماغ، انا مش بحب اعمل السمك بالدماغ بتاعه. ونضفته بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وقلبه نضيف زي الفل كده. ودلوقتي انا هحطها في مصفى عشان ينزل اي ميه فيه ولا حاجه، لان طبعا انا غسلاه ونقعاه في خل وليمون وكويس جدا. دلوقتي معانا بقى التتبيله. معايا 5 6 فصوص توم كده، ومعايا ملح وفلفل وكمون ورشه زعتر وشطه وكزبره. تمام، ومعايا ليمونه. دلوقتي بقى هننزل كده نعمل التتبيله بتاعتنا مع بعض. ده التوم طبعا بعد ما هرسناه. هنجيب بقى بولة كده، هننزل فيها بمعلقتين زيت، وننزل عليها بالثوم المهروس، وعصرة الليمونة، وننزل بالبهارات بتاعتنا، وننزل بمعلقتين خل، دول معلقتين كاتشب او صلصة وده اختياري. ونقلب التتبيلة كلها بقى في بعضها كده بالشكل ده. ونجيب بقى السمك بتاعنا كده نعمل فيه فتحات بالطول كده من الجنبين عكس بعض زي ما احنا شايفين كده. الجنب ده عكس الجنب ده عشان طبعا يتشرب التتبيلة والفص يبقى متبل ويبقى طعمه حلو. بالشكل ده كده، وهعمل الكمية كلها وهرجع لكم نتبل السمك مع بعض. دلوقتي بقى التتبيلة بتاعتنا، نجيب السمك هنحشي قلب السمكة كده، ومن بره برضو ندخل الايه التتبيلة في الفتحات بتاعتها. اهم حاجة ندخل التتبيلة جوه الفتحات. ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب لمطبخ ام دونا. هنتبل السمك بتاعنا كله بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، وباقي التتبيلة اللي هتفيض معانا بعد ما نحشي السمك جوه وبره هنرشها على وش السمك من بره. وبعد ما نخلصه هندخله التلاجة بس لمدة ساعة عشان يتشرب التتبيلة. نودي بقى التلاجة بعد ساعة كده. ودلوقتي بقى نجهز بقى الكفر الخارجي مع بعض. الكفر الخارجي ده اللي هندهن بيه الدقيق طبعا قبل ما نقليه. معايا دلوقتي كوباية دقيق، انزل عليها بمعلقتين نشا، معلقتين كبار نشا، ونص معلقة ملح،
ومعلقة كركم كبيرة. طبعا لازم الكركم عشان يديلنا اللون الذهبي الجميل. ونص معلقة بابريكا. ونقلب التوابل كلها بقى في بعضها كده. ودلوقتي بقى نجيب السمك بتاعنا ونبدأ بقى ايه نتبله بالشكل ده كده عشان نقليه. دلوقتي هنجيب السمكة عادي ننزلها في الدقيق، ونرجع نطلعها بقى من الدقيق. طبعا لازم نعمل الطريقة دي عشان تاخد معانا من الكفر طبقة حلوة وتقرمش معانا. وهنسمع القرمشة دلوقتي. السمكة بتاعتنا كده نجيب بس ايه نقطة مية نبللها من فوق كده بمية بسيط زي ما احنا شايفين كده من الجنبين. او لو عندك بخاخ مية ممكن تبخي عليها بالبخاخ. ونرجع بقى نرجعها دور تاني في الدقيق بالشكل ده كده. بعد المية نرجعها تاني في الدقيق. وبكده خدت طبقة جميلة معانا كده بالشكل ده طبعا واضحة. نبدأ بقى نقليها مع بعض. طبعا القلية في زيت غزير سخن جدا. وطبعا انا بقلي لما بكون بقلي حاجة في زيت غزير بقلي في كسرولة صغيرة عشان طبعا ارتفاع الزيت. بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين ننزل بقى بالسمك بتاعنا والسمك والزيت سخن جدا. ما شاء الله اللهم بارك تحفة جدا ولونه جميل وبياخد لون معانا بسرعة. طبعا بنهد عليه النار عشان يستوي. دلوقتي بقى التكاية دي بقى مهمة جدا عشان السمك بتاعنا يقرمش. دلوقتي لازما السمك هتطلعيه ما تطلعوش في طبق وما تطلعوش على مناديل مطبخ هيطرى معاكي، يا اما على شبكة من اللي هي المفتحة زي شبكة الفرن كده، او ممكن مصفى نقلبها ونطلعه على ظهر المصفى زي ما انا هعمل دلوقتي كده عشان السمك بتاعنا يقرمش. طبعا المصفى دي مفتحة فهتصفي الزيت الزيادة اللي فيه فهتديله هوا من تحت بالتالي هيصبح معانا مقرمش وهيفضل معانا مقرمش لآخر الوقت. بس ما نطلعوش على مناديل مطبخ نهائي. اعمل معاكم واحدة كمان اهي عشان تعرفوا الطريقة. بنبللها كده ونرجع نرجعها في الدقيق دور تاني. وما تنسوش تحطوا لايك. ودلوقتي بقى نطلع مع بعض نكمل الكمية بالطريقة دي كده زي ما احنا شفنا. ودلوقتي بقى نطلع مع بعض السمكة بتاعتنا. طبعا دي مصفى زي ما احنا قلنا. نطلعها على ظهر المصفى كده وهنشوف الزيت الزيادة وهو بينزل منها. ما شاء الله تحفة جدا اللهم بارك. بدأ يصفي. ودلوقتي نسمع بقى مع بعض القرمشة بالشكل ده كده. طبعا واضحة واللون تحفة جدا. بصراحة الطريقة خطيرة جدا والقرمشة تحفة. وما تنسوش تحطوا لايك. وبكده نكون خلصنا الاكل بتاعنا وده شكل السمك بتاعنا بعد ما خلص. هنقدمه بقى مع رز بشعرية طبعا وسلطة وخضار وطبعا العين بتاكل قبل البق فطبعا لازم نزينه كده. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.